السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لك يلا بينا بقى نخش في جزئية الحل معانا بتاعت الدرس الثاني الوحدة الأولى درس التضاريس. ركز معايا قوي قوي في فيديو الحل علشان أنا هقول حاجات مهمة قوي، معاك ورقة وقلم اشتغل فيها. تعالى بقى نشوف فيديو الحل بيتكلم عن إيه. معاك مستر محمد علاء ويلا بينا يلا بينا بسم الله. قال لك اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. قال لك هضبة تعرف بسقف العالم لشدة الارتفاع. بيقول لي هضبة تعرف بسقف العالم، على طول كده هي هضبة التبت. جميل. نهر قال لك تصب انهار سيبيريا في المحيط الايه؟ القطبي الشمالي. احنا قلنا هم ثلاثة لو نفتكرهم مع بعض. ايه هم؟ عندي اوب وينسي وكمان لينا. يبقى عندي اوب وينسي ولينا. طب حلو الكلام، يلا بينا. قال لك تمتد وسط افريقيا. وسط افريقيا هضبه في الوسط، هضبه البحيرات الاستوائيه من السهول الصحراويه سهل كلينشو فين؟ في ليبيا. تمتد جبال نقط في اقصى الجنوب الشرقي لقاره افريقيا. اقصى جنوب شرقي يبقى قال لك على طول جبال في الجنوب يبقى ديجرنسبرج. حلو الكلام. قال لك يعد نهر الفولجا اطول انهار اوروبا وبيصب في بحر قزوين. تقع سلاسل جبال ايه؟ شرق الولايات المتحده. جبال الابلاش ولا الاسكا ولا الكسيد ولا روكي؟ تقع قال لك عندنا سلاسل جبال ايه؟ اولا هي روكي موجوده في الغرب وما سمعناش الكسيد دي وما سمعناش جبال الاسكا، يبقى طبعا جبال الابلاش. حلو الكلام. قال لك عندنا تمتد سهول بحر الرمال العظيم غرب دوله ايه؟ بحر الرمال العظيم غرب دوله مصر. ولو قال لي شرق هنقول له دوله ليبيا. خلي بالك من الحته دي مهمه قوي. قال لك عندنا اصغر هضاب امريكا الجنوبيه. طبعا خلي بالك مش جيانا، خلي بالك من الكلام ده، ومش ليبرادور ومش البرازيل، احنا قلنا باتاجونيا. تقع هضبة باتاجونيا في امريكا الجنوبيه. هضبة باتاجونيا في امريكا الجنوبيه يبقى على طول جنوب امريكا الجنوبيه. اوسع سهول نهريه في العالم حوض نهر الامازون. خلي بالك مش الميسيسيبي، وخلي بالك لو قلت لي نهر النيل هتبقى غلط، انا ما قلتلكش اطول نهر ومش نهر نيلسون. حلو الكلام. قال لك تجري انهار اوب وينسي ولينا في سهول اسيا الشماليه. تمام، سهول سيبيريا. تعتبر هضبه التبت في اسيا اعلى هضاب العالم. ايوه، من جبال افريقيا جبال اطلس وجبال بحر احمر وجبال كليمنجارو. تمام. توجد جبال ديجرنسبرج في قاره اوروبا. غلط، قاره افريقيا. يجري نهر الاورنج واللمبوبو على هضبه جنوب افريقيا. تمام. تمتد السلاسل الجبليه بقاره اوروبا باتجاه عام من الشرق للغرب. خلي بالك بقى، انا قلت لك لو جبال هنقول له من الغرب للشرق، اما لو قال لك الهضاب هتعكس، يبقى الاجابه دي غلط. تشغل هضبه بافاريا معظم مساحه اسبانيا. لا، مفيش حاجه اسمها هضبه بافاريا اصلا، هي هضبه الميزيتا. توجد سهول سيبيريا شمال قاره اوروبا. غلط، شمال قاره اسيا. حلو. يصب نهر الراين في البحر الاسود. ايوه، نهر الراين. لا مش نهر الراين، نهر الدانوب، يبقى نهر الدانوب، معلش. توجد في شرق امريكا الشماليه سلاسل جبال روكي. شرق امريكا الشماليه جبال روكي. غلط، قال لك عندنا هي غرب. توجد سهول الفيضيه بوسط امريكا الشماليه وتمتد من الجنوب للشمال. هي غلط، من الشمال للجنوب. تمتد سلاسل جبال انديز من الشمال حتى الاطراف الجنوبيه لقاره امريكا الشماليه. هي غلط، امريكا الجنوبيه. من اهم جبال استراليا الحاجز الكبير في شرق القاره. تمام. توجد في قاره استراليا سهول متسعه تجري بها اوديه نهريه اهمها نهر ميري ودارلينج. تمام. حلو الكلام. قال لك ثوب ما تحته خط. تعرف هضبه فرنسا الوسطى بسقف العالم؟ لا، هي مش فرنسا الوسطى، هي هضبه التبت. حلو الكلام. تقع جبال طروس بقاره افريقيا. غلط، هي قاره اسيا بدوله تركيا. تجري انهار اوب وينسي ولينا في السهول الشماليه الواسعه من قاره اسيا وتصب في المحيط اوب وينسي ولينا القطبي الشمالي. حلو. هضبه الحبشه تقع اقصى شرق افريقيا ينبع منها روافد نهر الفرات. طبعا عندنا طبعا مش نهر الفرات على طول، هو هيكون نهر ايه؟ النيل. حلو. قال لك من الجبال التي تمتد شمال غرب افريقيا جبال طروس وتحصر بينهما هضبه التبت. من الجبال التي تمتد شمال غرب افريقيا جبال طروس. جبال طروس حرام عليك، وتقول لك وتنحصر بيها هضبه التبت. ومن الجبال تمتد شمال غرب قاره افريقيا. ولا مش طروس، هي مكتوبه غلط، هي اطلس. وتنحصر بينها هضبه التبت. هي غلط، هي هضبه الشطوط. حلو الكلام. قال لك عندنا من السهول الصحراويه المتسعه سهل كالينشو في الجزائر. غلط،
هو هيكون سهل كرينشو اللي موجود في ليبيا. حلو الكلام. تعال نكمل. قال لك عندنا تحتل هضبة بافاريا معظم مساحة دولة اسبانيا. هي مش بافاريا، هي هضبة الميزيتا. قال لك اطول انهار اوروبا نهر قال لك عندنا نهر يصب في بحر قزوين. هو مش نهر اوبو، قال لك عندنا هو نهر الفولجا. طب جميل. قال لك يقع هضبة التبت. قال لك عندنا تقع هضبة التبت. قال لك عندنا نهر تقطع هضبة التبت نهر السين. طبعا هي مش نهر السين، هي طبعا مش هضبة التبت، هي فرنسا الوسطى. حلو. تتميز قارة أوروبا باستقامة سواحلها. تتميز قارة أوروبا باستقامة السواحل. هي غلط. قال لك عندنا بتعاريج السواحل. حلو. أعلى جبال أمريكا الشمالية وتغطى السلوك قمامها شتاء. جبال الأبلاش. أعلى جبال أمريكا الشمالية وتغطى سلوك جبال الأبلاش. حرام عليك، مش جبال الأبلاش. قال لك عندنا جبال، قال لك الله ينور عليك روكي. تقع سلاسل جبال الإنديز شرق الولايات المتحدة. جبال الإنديز. حرام عليك، جبال الأبلاش. حلو. قال لك عندنا يجري نهر الأورنج واللمبوبة فوق هضبة جنوب أفريقيا. حلو. تمتد جبال الحاجز الكبير على سواحلها الغربية لاستراليا. الحاجز الكبير هي مش السواحل الغربية، هو الجزء الشرقي لقارة أفريقيا، الشمال الشرقي والجنوبي. يصب نهري ميري ودارلينج في الخليج العربي. ميري ودارلينج في الخليج الاسترالي الكبير. يبقى الخليج قال لك عندنا الاسترالي الكبير. حلو الكلام. قال لك عندنا اكتب ما تدل عليه العبارات. يلا بينا نكمل. مناطق واسعه مستويه السطح مرتفع عما حولها فقد تقطعها اوديه نهريه. اللي يقصد بيها يقول لك السهول. حلو. قال لك سهول تمتد على جوانب الانهار وهي مكونه من رواسب طينيه صالحه للزراعه. يبقى على طول يا معلم دي السهول الفيضيه. طب حلو الكلام. قال لك هضبه تشغل معظم مساحه دوله اسبانيا. يبقى خلي بالك ان دي كده هضبه الميزيتا. طب جميل. قال لك اطول انهار اوروبا بيصب في بحر قزوين هو نهر الفولجا. خلي بالك من المعلومه دي بالله عليك. جميل. تعال نشوف بما تفسر. تعرف هضبه التبت بسقف العالم. هنقول له كده بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال حولها. حلو. تفتقد انهار اوبو ينسولينا اهميتها الاقتصاديه في الشتاء. هنقول له بسبب تجمدها. حلو الكلام. قال لك تتميز السهول الساحليه بقاره افريقيا بشكل عام بالضيق بقاره افريقيا. هنقول له بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب. حلو الكلام. سبب اقتراب حافات الجبال والهضاب. تتشابه تضاريس استراليا مع تضاريس قاره افريقيا. ايوه ليه؟ الاثنان اهو يسودهما المظهر. خلي بالك بقى الهضبي. يبقى الاثنين بيسودهم المظهر الهضبي. يسود المظهر الهضبي سطح افريقيا بسبب قال لك عندنا كثره الهضاب التي تشغل قال لك عندنا معظم المساحه. طب حلو الكلام. قال لك انشاء المواني بالسهول الساحليه في قاره اوروبا. هنقول له بسبب كثره التعاريج. يبقى بسبب كثره التعاريج. حلو الكلام. اهميه السهل الاوروبي العظيم. قال لك عندنا اول حاجه ان هو صالح للزراعه. طب جميل جدا. حلو الكلام. قال لك ضيق السهول الساحليه غرب امريكا الشماليه. هنقول له كده بسبب اقتراب حافات جبال روكي. طب جميل جدا. قال لك عندنا ضيق السهول الساحليه الشرقيه باستراليا. هنقول له برضو بسبب اقتراب حافات جبال قال لك عندنا الحاجز الكبير. جميل جدا. ما نتائج مترتبه على ارتفاع هضبه التبت عن قمم الجبال اصبحت يطلق عليها بسقف العالم. حلو الكلام. قال لك عندنا اقتراب حافات الجبال من سواحل افريقيا ادى ذلك لضيق السهول الساحليه. حلو الكلام. قال لك كثره تعاريج سواحل اوروبا ادى ذلك لسهوله انشاء المواني.
حلو الكلام. تعال نشوف الخريطه. بسم الله. قال لك اول حاجه دي هضبه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هضبه ايه اللي في وسط القاره؟ هنقول له على طول دي هضبه التبت. طب حلو الكلام. رقم 2 دي هضبه ايه؟ هنقول له دي هضبه الدكن. طب دي دايره عرض ايه؟ خلي بالك اللي فوق دايره قطبيه الشماليه، هنا السرطان، هنا الاستواء، يبقى ده مدار السرطان. حلو. ده نهر ايه؟ ده نهر أوب. حلو الكلام. جبال ايه دي؟ جبال زاجرس. حلو. قال لك عندنا المنطقه دي هضبه ايه؟ هضبه شبه الجزيره العربيه. جميل جميل. ايه تاني عندنا؟ رقم 4 ده خليج البنغال. طب حلو الكلام. ايه تاني؟ فين رقم 7؟ قلنا دي سهول، معلش انا اسف، هو كاتبها هنا سهول سيبيريا. طب رقم 8، رقم 8 هضبه اهي يا عم شبه الجزيره العربيه. طب يا عم ماشي. رقم 6 احنا قلنا جبال زاجرس. حلو. عندنا نهر الميسيسيبي. طب عندنا رقم خليج ده عندنا خليج البنغال. حلو. مدار احنا قلنا السرطان. عندنا هضبه التبت. دي رقم 2، لا ده في رقم 2 دي هضبه الدكن معلش. رقم 2 هضبه الدكن واللي فوق التبت. حلو الكلام. قال لك عندنا اذكر مصبات الانهار. تعالى نذكر. قال لك نهر النيل مصبه فين؟ قال لك في البحر المتوسط. طب نهر الراين قال لك عندنا في بحر الشمال. خلي بالك من الحاجات دي. قال لك نهر الينجتسي قال لك عندنا في بحر الصين. خلي بالك، او المحيط الايه؟ الهادي. شوف انت عايز ايه. نهر السند بيصب فين؟ قال لك بيصب في الخليج الايه؟ العربي، او معلش مش الخليج العربي، المحيط الهندي. معلش هو بيصب في المحيط الهندي. نكتب لك بس هنا تاني البحر المتوسط، وهو بيصب هنا قال لك عندنا في المحيط الايه؟ الهندي. طب نهر الدانوب قال لك بيصب في البحر الاسود. نهر الكونغو في المحيط الاطلنطي. طب جميل. نهر الفولجا بيصب فين؟ اقول لك انا نهر الفولجا بيصب في بحر قزوين. قال لك نهر دجله والفرات بيصب فين؟ في الخليج العربي. حلو. قال لك نهر الراين قال لك عندنا نهر الراين بيصب فين؟ احنا هو كتابه مرتين، بيصب في بحر الشمال. طب حلو الكلام. تعال نكمل. قال لك عندنا الجبال والهضاب. اول حاجه هنا رقم 1 هو بيدور معاه رقم 1 هنا ده المحيط الايه؟ قال لك اول حاجه كده ده المحيط الاطلنطي. حلو. تعال نبص على طول نحلها على طول كده. قال لك دي جبال ايه؟ البحر الاحمر. طب جميل، يبقى احنا كده متفقين ده البحر الايه؟ الاحمر. حلو. قال لك هضبه ايه دي؟ البحيرات الاستوائيه. دي هضبه ايه؟ الصحراء الكبرى. طب دي يا عم جبال ايه؟ جبال اطلس. طب ده ايه؟ البحر المتوسط. حلو الكلام. قال لك عندنا ده نهر الايه؟ الاورنج. طب تمام. تعال نشوف اوروبا. ادي يا عم قاره اوروبا. بسم الله الرحمن الرحيم. المحيط ايه ده؟ المحيط الاطلنطي. هضبه ايه دي؟ هضبه الميزيتا. جبال ايه دي؟ البرانس. قال لك عندنا تاني ده نهر، قال لك ده نهر الدانوب. الكبير ده السهل الاوروبي العظيم. هنا دي جبال الاورال. الدائره القطبيه الشماليه. حلو. ده نهر ايه ده؟ نهر الفولجا. ركز في الحاجات دي بالله عليك. يلا بينا. قاره امريكا الشماليه. يلا بينا. بسم الله. قال لك قاره امريكا الشماليه. طبعا هي الصوره مبكسله جدا بس ماشي مش مشكله. قال لك عندنا دي هضبه ايه دي؟ قال لك عندنا هضبه ليبرادور. حلو. جبال ايه دي؟ جبال روكي. هضبه ايه دي؟ المكسيك. طب حلو. قال لك جبال نهر ايه ده؟ ده المحيط الايه؟ ده المحيط الهادي. طب ده المحيط الايه؟ ده المحيط الاطلنطي. حلو. قال لك دور معاه رقم 3. رقم 3 اكيد هيبقى فوق يا اما تحت. رقم 3. رقم 3 المفروض يعني لو هو عمله لك كده تبقى دي الدائره القطبيه الشماليه. حلو الكلام. طبعا ده خليج. قال لك عندنا سانت لورنس. جميل. قال لك قاره استراليا. قاره استراليا اول حاجه ده المحيط الهندي. تمام. حلو. ده الخليج الاسترالي الكبير. طب تمام. قال لك دي جزيره تسمانيا.
او مضيق اسمانيا. جميل. قال لك عندنا ده نهري ميري ودارلينج. هنا جبال الحاجز الايه؟ الكبير. ده مدار الجدي. ده المحيط الهادي. طب تمام. ده كده هيكون فيديو الحل بتاعنا خلص مع بعض. اتمنى يكون الدرس اتفرم شرح وحل. اهم حاجه ما تكسلش، اهم حاجه ما تنساش تنشر الفيديو عشان غيرك يستفاد. كل الفيديوهات دي مجانا ليك، هديه مني ليك لحد ليله الامتحان باذن الله هكون معاك. دعوه جميله منك وكل التوفيق بايد ربنا. كان معاك مستر محمد علاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.